في شمال صحراء الجزائر تقع ولاية غرداية، حيث يعيش بنو ميزاب، مجتمع أمازيغي بامتياز. الميزابيون يتبعون المذهب الإباضي، وهم فئة متدينة لحد بعيد، الجميع كبارا وصغارا يستيقظون لأداء صلاة الفجر. فور انقضاء الصلاة يتجه الكبار للعمل والصغار للمدرسة القرآنية قبل الالتحاق بالمدرسة الرسمية. مع أن الميزابيين يعيشون في جميع أنحاء البلاد، إلا أن ولاية غرداية هي معقلهم. على خلاف الأمازيغ القبائل الذين لطالما طالبوا بترسيم اللغة الأمازيغية في الجزائر، يكتفي بنو ميزاب بتداولها في البيت واجتماعيا، حيث السلالة ينحدرون من قبيل زنة الأمازيغية ويحافظون على اللغة الأمازيغية الميزابية الموجودة الآن، ولكن ممزوجة بحكم المرجعية الدينية بالدين وباللغة العربية. لكن غرداية تسير نفسها بنفسها. دائما هناك تنسيق ومزاوجة بين النظامين، الهياكل العرفية ولها ولاء قوي جدا في المجتمع الميزابي والهياكل الإدارية الرسمية للدولة. المؤرخون يقدرون عدد الميزابيين في البلاد ب300,000 نسمة، فيما يشتهر بنو ميزاب بأنهم تجار مهرة يعملون في قطاعات عدة، لكن المنطقة تعتمد بدرجة كبيرة على تجارة التمور. تسيير شؤون العامة هنا تشرف عليه هيئات خاصة، حلقة العزابة وهي أعلى السلطة وتعنى بكل الشؤون الدينية والدنيوية. لكن سرعان ما ينتبه الزائر إلى ندرة العنصر النسوي في الشارع. بالنسبة لنا نحن نكون امرأة صالحة للبيت ولرعاية أبنائها ولتربية عنصر وطني ينفع وطنه. ولضمان استمرار هذه الخصوصية يعول كبار القوم هنا على معهد الحياة، منظر نادر في مؤسسة تعليمية متميزة. هذه المدرسة متخصصة في المراحل التعليمية الأولى، ما يعني أن جل المتمدرسين شباب، لكن شباب اليوم يطالبون بالعصرنة والحداثة. تحد يقول مشايخ بني ميزاب أنهم مستعدون له من أجل الحفاظ على ما يصفونه بالإرث الميزابي الأمازيغي العربي الإباضي تحت راية الوطن الجزائر. رشيد سكاي من قرارة بولاية غرداية لBBC.